اليوم التحدي ضد الذكاء الاصطناعي. هذا الذكاء الاصطناعي راح يدمر الكرة الأرضية. وشنو تتوقعون، الإنسان يفوز أو الذكاء الاصطناعي؟ وخليكم ويا الفيديو. السلام عليكم، هلا والله بشباب. طبعا اليوم راجع لكم بتحدي جديد مثل ما ذكرت بداية الفيديو. اليوم راح نتحدى الذكاء الاصطناعي داخل منصة 1xbet. طبعا يا ولد مبدئيا طريقة تسجيل دخول للمنصة راح تكون بهذا الفيديو. راح اشرح لك على طريقة التسجيل وبعدها تحصل على البونص، وبعدها انت تكمل تنزل تطبيق الاندرويد او الاي او اس. وطبعا يا ولد راح تحصلون على بونص على الايداع الاول او الايداع الثاني فقط يوم الجمعة. يعني انت تودع يوم الخميس وانت يوم الجمعة واصلاتك الفلوس. طبعا يا ولد مبدئيا خلينا نبدأ بالفيديو. راح تضغط على تسجيل وبعدها بنقرة واحدة. الافضل لك بنقرة واحدة حتى تحصل البونص. تجي اول شي عندك الرمز الترويجي مثل ما جاي تشوفه. اول شي تحدد المكافأة، تخلي عليك ايزو 1 اكس جيمز، وتحدد العملة مالتك وتحدد البلد، وتجي على الرمز الترويجي تكتب 8 اكس 6 جي. تمام يا ولد، مثل ما جاي تشوفون هذا هو الرمز الترويجي مالتنا. وراح ينطيك بونص على الايداع 5 اكس يا 5 اكس 500، اللي هو 500%. تمام يا ولد، انه راح ينطيك ايش قد اودعت، راح ينطيك على الايداع ضعف 500. تمام، اذا اودعت 5000 يصير 700,000 او هيك شي. طبعا يا ولد بعد ما رجعنا وسجلنا للتطبيق، طبعا اول شي يا ولد بعد ما راح توثق حسابك وتودع راح يطلع لك بهذا الواجهة. تمام، انت راح تجي تختار مباريات تكون لايف حاليا. انتبه، لايف. تاخذ صورة وتروح على تنزل على ابل ستور او سوق بلاي او جوجل، تنزل شات جي بي تي اسمه ديب سيك. تمام يا ولد، هذا اضبط من شات جي بي تي ومجاني اصلا بدون ما تدفع. شات جي بي تي تدز له صورة واحدة فقط باليوم الواحد. تمام، هسه احنا نقول له شوف لي منو اللي يفوز او يا فريق اقوى من فريق. تمام، احكي وياه طبيعي بدون لا تخجل ولا شي، ولا اني جاي احاكي ما ادري منو، لا. قل له منو اللي يفوز لي، وخلي ايموجي ضحك حتى انه شلون اقول لك انه هو ما ضايج، ويعلمك انه هو راح بكل ترفيه راح يساعدك. تمام، حط ايموجي ضحك او تخلي اي ايموجي انه مبتسم. تمام، وتنتظر وترسل له يقول لك بناء على الصورة هنا تحليل بسيط للمباريات، نتيجة تعادل 0-0 الدقيقة 59. وبعدها اذا ما انطاك النتيجة وما قال لك منو الاقوى، تعيد له نفس السؤال، تقول له شوف لي منو الاقوى او يا فريق اقوى من فريق. تمام يا ولد، هي هاي فكرة هذا الفيديو. تمام، هسه راح اقول له شوف لي منو الاقوى او يا فريق اقوى من فريق. مثل ما جاي تشوفون اقوى من فريق. هسه راح ينطيني النتيجة مضبوطة 100%. شوف هسه اكتب لي ها، خليني اساعدك علشان اشوف لك الفريق الاقوى. تمام، ننتظره. هسه راح ارجع اقول له حلل لي. هو قال لي انه المباراة حل صعبة لا تدخلها، لانه اقل شي بيها التعادل مثل ما شفتوا. هسه شنو اخلي، فوز 1 أو 2 او تعادل مثل ما جاي تشوفون. والله الصراحة قرار صعب مثل ما جاي تشوفون يا ولد. فاني هنا خليت على تعادل لانه يعني كان خلينا نقول بس الشيء الوحيد. طبعا يا ولد اني اول جولة ما دخلتها. راح اجي هنا على كرة السلة دوري استراليا. راح اجي اخذ صورة وادز لي اياها بنفس الشكل واقول له شوف لي منو الاقوى، لان اكو شخصيات تكون اقوى من شخصية. فاني عفت كرة القدم ورحت لكرة السلة حتى اشوف منو اللي يفوز او منو اللي اقوى من فريق، يعني فريق اقوى من فريق. فقلت له شوف لي منو اللي يفوز. فيا ولد مرات راح يطلع لك مشكلة، اللي هو بدل جاري التحليل راح يطلع لك لم يتم الاستخراج. انت شو تسوي، تقص صورة ثانية، فقط تقص صورة ثانية وترجع ترفعها مرة ثانية بدون اي مشاكل، تنحل المشكلة عندك. تمام، هسه ننتظره يحلل الصورة وينطينا اللب خلينا نقول. تمام يا ولد، فمثل ما تشوف هاي كرة السلة. فيا ولد اذا تريدون يحلل تحليل انه
تحليلي يكون صحيح، تقول له حلل لي المباريات، منو الفريق الاقوى من الفريق الثاني، انجازات الفريق الاول عن انجازات الفريق الثاني. هو راح يقول لك. هسه مثل ما شفت هو ايش قال لي. قال لي فوز فريق الاول، فانا راح اخلي مبلغ وادخل بيه، وراح ادخل ب100,000، وبعدها اراهن على الفريق الثاني. طبعا انت هيك راح تسوي، بس يعني انا ما اقول لك يا كلن صحيحات 100%، لان حسب وصف كلامك للذكاء الاصطناعي. تمام. انت اذا تطبق نفس الخطوة وياي راح ينطيك كلن صحيحات بدون اي مشاكل. بس اذا تقول له كلمة غلط او شي واحد غلط، ممكن يغير كلامه كله. تمام. هسه اجي اخذ على التنس سكرين، وهم ارسل لي اياها واقول له شوف لي يا فريق اقوى يا فريق افضل، شنو انجازات الفريق الاول على الثاني، وبشنو متقدمين، وانطيني النتيجة النهائية. هسه شنو تتوقع؟ انطيني النتيجة منو اللي راح يفوز. مثل ما جاي يشوفون، دزيت له الصورة، وهاي يقول لي مباريات تنس زوجي. مثل ما جاي يشوفون التحليل، انطاني التحليل. اتوقع كالينا 2 اقرب بالفوز بشكل مؤكد. تمام يا ولد. كالينا اقرب من الفوز بشكل مؤكد. هسه انا اجي على كالينا واخلي الفلوس. هو صدق كالينا انه هم متقدمين وفريق قوي. طبعا مثل ما تشوفون راح اخلي 12,000 نهاية المليونين و912,000. فخليت المبلغ ودخلت ويا كالينا. تمام يا ولد. نروح على الجولة اللي بعدها ونختار مرة ثانية. هسه صار عندنا 2. والجولة اللي اخذتنا الفلوس كلها من الذكاء الاصطناعي، حققت فوق ال1,000,000 دينار عراقي، كله والله من الذكاء الاصطناعي بدون اي تدخل وبدون مساعدة اي احد، فقط الذكاء الاصطناعي. مثل ما شفتوا انه ينطيني نتيجة مضبوطة 100%، وبالاخير راح تشوفون النهاية، بالاخير راح تشوفون القرار بيدكم. تمام يا ولد. الذكاء الاصطناعي يعني صدق فد شي، يعني يعطيك النتيجة بشكل مضبوط. فانت كل ما عليك تسوي سكرين للصورة. يعني شنو سكرين للصورة؟ سكرين للشاشة، وتدزها للبوت او التطبيق. تمام. فانت شوف شنو راح تستخدم موقع، راح تستخدم تطبيق، راح تستخدم بوت. تمام. كله نفس الشيء. اهم شيء ديب سيك حتى يكون مجاني وينطيك افضل من شات جي بي تي، لان شات جي بي تي مدفوع. الا تدفع له فلوس يلا ينطيك النتيجة صحيحة. تمام. هسه مثل ما تشوفون تتوقع شنو تتوقع؟ نطي نسبة الفوز. هسه راح يدز لك النسبة تلقائيا، وهو يبدأ يحلل لك ويقول لك ياهو اللي يفوز ايش قد بالمية. مثل ما جاي تشوفون هسه انطاني يقول لي التعادل 55%، والفوز للفريق الأول 30%، وللفريق الثاني 22%. هسه انت شنو راح تختار على النسبة اللي هي 55%؟ تمام. فانا هسه اخليه تعادل، ومثل ما تشوفون راح ادخل بمبلغ جدا قوي اللي هو 2,000,000 دينار عراقي. اخلي تعادل. تم الاختيار التعادل لهذا المباريات. مثل ما جاي تشوفون اجي اضغط على التعادل واخلي المبلغ، اكتب 2. بهذا الجيم خليت 50,000. الجيم اللي ورا راح اضاعف المبلغ بشكل مو طبيعي. يعني اني هسه ما ادري غلطت هنايا ما خليت المبلغ، بس المباراة اللي بعدها راح اخلي المبلغ اللي اريده، والمبلغ اللي قلت لكم عليه اللي هو 2,000,000 دينار عراقي. هسه رحت على هاي نختار انه وحدة تريد تنتهي باختصار. نشوف انه مباراة يعني قريبة على الانتهاء. اي وحدة تعجبك سوي لها سكرين وروح على الديب سيك جوجل مباشرة. تمام يا ولد. هسه لقيت مباراة وراح اخذ لها سكرين وراح ادزها للديب سيك، ونقول له من اللي يفوز او يا فريق اقوى من فريق، فهو راح يحلل لي نتائج وينطيني نتائج صحيحة. وتحليل يبين من الاقوى، بين الاقوى او من الاقوى، نفس الشيء.
هسه مثل ما تشوفون راح ينطينا تحليل قوي. طبعا مثل ما تشوفون انطاني التحليل نسبة 100%، مربح جدا، اللي هو فوز فريق واحد، يعني انطاك نسبة 100% وانطاك احتمالات جدا قوية. مثل ما جاي تشوفون هسه فريق واحد عندي 100% راح يفوز، وراح اخلي اقوى مبلغ عندي اللي هو على فريق واحد، اللي هي نسبة 100% قال لي راح يفوز. تمام يا ولد. وما بقى شيء، انه المباريات تنتهي باقي 30 دقيقة او 26 دقيقة خلينا نقول. راح اخلي 2,000,000 دينار عراقي داخل المباريات هذه، لانه المباريات البود قال لي مضمونة 100%، او الديب سيك قال لي مضمونة 100%، فعليها مبلغ 300,000 دينار عراقي كاسرات ظهرنا. وطبعا يا ولد هسه حاليا رجعنا مثل ما جاي تشوفون المبلغ. هسه ما ادري خسرانين فايزين، ما ادري والله صراحة. ندخل واللهم صل على محمد، 3,400,000 وكلهم فوز مثل ما جاي يشوفون. وكلهم اذا تركزون على المباريات كلهم انه خليتهن وهن صحيحات. ويا ولد مثل ما شفتوا الذكاء الاصطناعي او الديب سيك يوديك حرفيا لعالم اخر. لا تنسوا التسجيل داخل برومو كود 8x6G، ومع السلامة.